صباح الفل يا عم سيف، عامل ايه؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ كل فل الحمد لله. النهارده عندنا موضوع جه في دماغنا انا وانت تقريبا في نفس الوقت. واحنا بنقترح يعني احنا هنتكلم عن ايه الحلقة دي اللي والصراحة هو ما جاش في دماغي. هو يارا اللي مم. قالت لي عليه الصراحة يعني أنا ما جاش في دماغي خالص الصراحة. بس اه الفكرة انك انت وانت بتبعتولي احنا، يعني انا قلت لك هو ده بالظبط اللي انا كنت اكلمك عنه، اللي هو البرن اوت. امم يعني مش عارف، طب يعني تفتكر ليه الموضوع ده جه في دماغنا، او حتى يعني يعني احنا اقترحناه على بعض في نفس الوقت؟ يعني هل انت حاسس انك انت في المرحلة دي دلوقتي او حاجة؟ ممكن عشان كده، عشان يعني بسبب ان انا بقالي كذا سنة حاسس ان انا ما طلعتش بره الحتة دي، اللي مم. هو انا إن فترة ضغطت نفسي جامد في حاجات كتير قوي، وبحس ان لا، هو لسه في حاجات اكبر يعني انا كنت فيها وجاي عليا وكده. فحاسس ان انا دلوقتي انا خلاص انا ماشي في الموضوع بس عشان اعدي الدنيا اعدي اليوم. مفيش حاجة مدياني شغف، حاسس ان شغفي الى حد ما وقع شوية. انا بعمل كده عشان لازم اعمل كده. مم. حتى يعني الموضوع ده برضو ممكن اتكلم فيه على البودكاست الصراحة. انا بدايته معايا كنت عايز احقق حلم، وعايز يعني حاجة من وأنا صغير نفسي أعملها وبتاع وكده، إن أنا مم. أطلع أتكلم وبتاع وكده. بس اه. اتحولت معايا إن أنا بقيت خلاص عايز أسجل حلقة، عشان أنا لازم أسجل الحلقة وأبعتها بعد كده مهندس صوت يوم أعمل جرافيك الأنمي. حاسس إن بقيت خلاص بعمل كده عشان يعني في شغل، ما بقاش الشغف اللي جوايا. فحسيت إن لازم أتكلم في الموضوع ده دلوقتي. لا، سريعا كده، بالنسبة لك أنت، انت لحقت اصلا تحس بالحوار ده مع البودكاست يعني؟ ما هو دي بقى اللي مضايقاني، اللي هو انا حاسس ان الموضوع لسه ما يعني ما خدش اللي فريش، هو اه. لسه بدري، احنا ما كملناش شهر باين. فحاسس انا مش فاهم. مش عارف انا اللي بتعب بسرعة، ولا هو اللي يعني خد مني مرة واحدة. بس يعني انا ما كنتش صراحة قبل ما اخش، يعني ما كنتش متخيل ان هيبقى الموضوع كده، اللي هو نظام قوي كده. يعني انا كنت فاكر ان مم. الموضوع بالحب جدا، ما اقول طلعتش لك على كده. حاجه، هو انا جايز يكون عندي تفسير بصراحه للحوار ده، بسبب انه في الاول برضو احنا خلي بالك ما كانش ده الفيجن بتاعتنا، ان احنا نخليه ان احنا يعني احنا حطينا بلان يعني في الاول اصلا ما كانش فيه بلان، حتى لو تفتكر في الحلقه صفر، مم. ما كنا قلنا الموضوع عشوائي وماشي بالحب وبتاع. جينا بعدها عمالين بنخطط كل شويه، نتكلم عن الموضوع كل شويه، نبص على الاحصائيات والحاجات بتاعه المنصات وكده. فالموضوع قلب خالص من انه بقت حاجه بالحب وبتاع، جنب هوايتك، جنب شغلك وبتاع، الى ان ده حاجه بتراقبها على طول وبتسبب لك ضغط وكده. فانا حاسس ان ده السبب اصلا يعني. ايوه، انت مش عارف معاك بقى. حق. انا فعلا هو فعلا اللي هو انت لو تلاحظ ان هو في اسبوع، هو مم. تفكيرنا اتغير ناحيته خالص. تماما، اه. اه بس هو كده كده يعني هنحاول ان احنا نرجع شغفنا الى حد ما شويه، عشان برضو الناس ما تحسوش في كلامنا يعني. فكنت عايز اكلمك عن حاجه تانية، عن ايه. البرن اوت اللي بيجي في الشغل. اخ، اه. آه، انت ازاي ممكن ان انا ما بقاش حياتي عبارة عن ان انا بشتغل بس، ويبقى في حاجات تانية انا بعملها بسبب، مش اللي هو، وازاي اخلي شغلي برضو لحد ما شغف وكده يعني. اي حد فينا ممكن بدل اختار حاجة حاسس ان هو بيحبها، يعني حاسس ان هو خلاص بيحب الموضوع ده، فلما بينجح فيها بيتبسط، اما بيعمل انجاز صغير بيتبسط. مم. ازاي بقى احول ان هو من شغل، لا ان انا حاجة بتديني برضو ايه، بوزيتيف انرجي شوية عن الباقي، يعني عن الحاجات، عن الشغل الباقي. ايوه، ايوه، فاهمك. انا جيت سألت صديقة في هذا الموضوع يعني، كانت قالت لي انه بص، هو انت بتحط حاجة جنب الشغل، هو كده كده بقى، اللي هو دي انا واحدة بتحبها جنب الشغل وبتاع، تعملها وقت فراغك وكل الشغل وكل الكلام ده. آه بس فيعني المشكلة بقى يعني المشكلة بقى لو انت اصلا مش لاقي وقت انك انت تعمل ده، وان شغلك هو اللي واخد الوقت كله، ومفيش لاقي اصلا وقت الفراغ ده.
ففي الغالب ده اصلا بدايه البرن اوت، انك انت اصلا مش لاقي وقت انك انت تعمل الحاجه اللي انت بتحبها. طب ايه بقى الحل مع الموضوع ده؟ مش عارف يعني، انك تأثر. ما هو يعني في النهاية انت مش لازم، يعني مش هينفع تأثر في شغلك، لانك لو قصرت اكيد العائد بتاع الشغل هيكون مش كويس، يجيلك فيدباك وحش وبتاع. يعني انا مش عارف بصراحة الحل بتاعه ايه، لان انا جايز اكون يعني في المرحلة البداية اللي هي بتاعت ايه، انه بدأت أثر في شغلي برضه شوية. فيعني برضه بحاول الاقي وقت شويه ان انا اعمل الحاجه اللي انا بحبها. تعرف يا اسطى ان انا نفسي اركب عجله؟ ايه اللي فجأة اتقال ده؟ مش عارف، بس انا حسيت ان انا عايز. انت عارف، عمرو والله، عارف أنا نفسي في ايه دلوقتي؟ عمرو قديم قوي، والله عمرو قديم قوي بجد. ايه يا ترى؟ نفسي البس بنطلون ابيض. اه، لا نفسي بجد. اركب عجله بجد يا اسطى، ونفسي بجد انزل اتمشى في شوارع الزمالك زي ما كنت بعمل ايام الكليه. دي حاجه انا بجد عايز اه. اعملها الفتره دي. انا بجد كنت بحب قوي اتمشى وقت الكليه في الشوارع بتاعت الزمالك. ف مم. دي اعتقد بقى الحاجه اللي انت هتحاول تعملها بطريقه ما بقى. بصراحه مش عارف ازاي كل واحد بيشوف حياته ويظبطها مع نفسه، وما توجعش دماغنا يعني. اوكي. طب. بس يعني طب انت شايف ايه؟ يعني انا مش ما عنديش حل بصراحه. انت شايف الواحد ممكن يعمل ايه لو هو بيقابل الموضوع ده في شغله؟ آه، انا شايف الصراحة ان انت تخصص ساعة كل يوم تعمل فيها حاجة جديدة، كده جديدة على حياتك عموما. اه، يعني حتى لو شايف ان هي حاجة عبيطة، بس لا، ان تكون جديدة، تتعلم حاجة تانية، بس ما تبقاش شغلك عبارة عن حياتك كلها، وهو فول تايم وبتاع، وتقوم هو بس انا بس عايز انام، بس اقعد اخد لقمة وانام، يعني ما تحاولش اللي هو ايه، انا بس أيوة. لقمة بس، الموظف انا عايز. اللي هو بتاع اه ما ينفعش. النص كوم والبطيخه وبتاع. ايوه، وناخد بقى، ومش عارف تستنى يوم الخميس بتحبه جدا عشان بعديه جمعة اجازة. ونعناع اوعى بقى تتحول. وبتاع. اوعى تتحول للشخص ده، عشان في اه، النهاية هتلاقي ان انت هتسيب الشغل. يعني انت ماشي. كده بجد بص انا هتسيب معاك الشغل. والله، انا معاك. انت بتقول كلام زي الفل، بس هي الفكره في التخصيص بقى. هي الساعه انت بتقول عليها التخصيص دي، انا مش لاقي وقت اصلا احط الساعه اللي انت بتقول عليها دي. ما فمش هو عارف بقى. ما انا ده برضو خلي بالك بيعود شويه، يعني خلي بالك في ناس بتلاقي راحتها اصلا في الشغل. يعني في واحد اما بياخد، اما بتيجي مثلا الاجازات الرسميه بتاعت 25 مم. يناير و6 اكتوبر والكلام ده، تلاقيه قاعد بيبقى بيفرك قاعد في البيت. متضايق جدا. اه يا اه، عم اه. انا فاهم، تلاقيه بقى وبيزعق وبيعمل. هو في ناس بتلاقي نفسها في الشغل شويه، بيحصل لناس وفي كتير ناس جدا لا. بعد التقاعد فعلا. ايه. بيحصل لناس كتير جدا بعد التقاعد. دي حقيقه، دي حقيقه. انا اعرف يعني ست يعني، اه. آه، هي هتطلع على المعاش. انا مش عارف ان المفروض امم. اقول الكلام ده ولا لأ، بس في واحده هتطلع على المعاش عادي، انا انا اعرفها يعني ايه. خلاص تمام. يعني. انت مش تخيل حالتها النفسيه وحشه ومكتئبه. انت متخيل؟ ما انت برضو فاهم، 40 سنه شغال برضو، حاسس ان انت فجاه انا هصحى، فين مدام عبير اللي هسلم عليها، وفين مش عارف ايوه انا فاهم. حاسس فين الكلام ده مش. اه، اه. دوشه ف برضو ده، بس دوشه كويسه يعني بالنسبه للناس اللي بتحب الشغل يعني. دي حقيقة. فأنا الشخص بقى اللي ما بيحب، يعني اللي بيشتغل مثلا عشان أنت عايز تبقى ملتزم، أو عشان عيل جعان مثلا عايز أي فلوس أو حاجة، أيا اه، كان. لا عادي نتكلم عن الناس دي برضو يعني. حقهم. آه لازم تخصص. أنا شايف إن لازم تخصص ساعة في يومك تعمل فيها أي حاجة جديدة. تعمل. أنا الصراحة من الناس دي يعني حصلت معايا قبل كده. الجيم فرق معايا. أنا الجيم الصراحة في حياتي كان حاجة جديدة، يعني أنا ماليش ماليش قوي فيه وبتاع وكده، وما بروح برضو اوقات متقطعه. فجاه اه، التزمت 8 شهور. ال8 شهور ده انا فاكر ان انا الجيم بقى خلاص من بعد اول شهرين بقى حاجه كبيره في حياتي، اللي هو لا، وبخش اشوف بقى مش عارف عريبي عمل ايه وكوتش اسامه ايوه، ايوه، الناس ايوه. دي. كنت شيك وبقيت فورم اتابع وبتاع. كونتنت. اه. بتابع كونتنت غريب جدا عليا يعني. بس الصراحه فرق جدا معايا. انا امم. الساعه دي اما بتبقاش في اليوم انا بيحصل لي حاجه. لا انا عايز انزل، انا عايز انزل اكسر اوزان شويه، محتاج اكسر اوزان دلوقتي. امم. ف اه، على في الوزن وبتاع.
بالظبط بالظبط. فمثلا عادي في شخص تاني مثلا برضو مش من هواته الجيم يعني، روح اشترك في اي لعبه مثلا ولا حاجه. انزل اقعد على فكره عادي ساعات انت ما بتبقى شغال، النزوله اللي مع اصحابك على القهوه برضو بتفرق معاك. يعني اللي هو تطلع بره جو الشغل وتتكلم اه على عن انت عارف المواضيع اللي بتتفتح اللي هو والمشاريع والكلام ده. لو قعدت اتكلمت في الكلام ده والله حتى لو ما لو قعدت اتكلمت، حققتهاش يعني. لا 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 هتفرق والله، هتفرق معاك بسبب ان انت، انا هقول لك اه على حاجه برضو ما ده مريت بيها قبل كده. ايام الريكورد ليبل يعني. انا فاكر كلمت واحد صاحبي اسمه حسام، قلت له انا عايز انزل اتكلم في ولا حاجه، عايز اه اتكلم في حاجات كلها ملهاش لازمه، بسبب انك كفايه كفايه بقى ده قال ايه وده عمل ايه وظبط ونظبط ميتينجز ومش خلاص بقى. وفعلا انا النزوله اللي نزلتها معاه مع حسام دي، واتكلمنا فعلا في ولا حاجه، لا فرقت معايا وخليت نفسي احسن بكتير مع انها كانت مثلا نقول ساعتين. اه يعني القعدة على القهوة دي مش ده وقت يعني زي ما لا ما انا 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 راجل. اتكلمت، معلش انا اتكلمت عن حاجه ان انت شخص شغال وفي وقت فراغك رحت قعدت على القهوه، لكن مش ما تعكسهاش، مش اللي طيب هو الناس انت المتجوزة قاعد على بتعمل ايه؟ القهوه وفي وقت فراغك شغال. يعني فاهمك. ما طب الناس تعملش كده المتجوزة بس. طب بتعمل ايه؟ عادي ما انت اكيد برضو عند يعني اكيد في قهوه برضو يعني يعني مش فاهم هو ايه يعني، هيطرد منها ولا عادي يعني. لا اصل بحس ان الناس اللي متجوزة اعتقد الموضوع بالنسبة لها مختلف شوية. بص هو انا برضو حسيت لها اعرف بتبقى بحساب يعني كده. مثالين. اه اعرف مثالين عن الموضوع ده. مثال فعلا هو بيخلص الشغل يرجع يرجع على البيت عشان يشوف المدام وبتاع وكده وسايب العيال لوحدهم وكده، والعيال دي خلي بالك تبقى عايدة على المدام. اه فاهم. اه شوف الجماعة وعاملة ايه وبتاع وكده يعني. الجماعة ايوه فاهم. ف انت عارف ان انا بعشق كلمة الجماعة دي. انت مستني تتجوز عشان تستخدمها ها؟ انا بجد والله العظيم انا بعشق كلمة الجماعة. البيت اللي انا رايح البيت طالب مني سيف راح سيف اشوف مثلا سيف. سيف. اه اه ايوه. ايه يا سيف مش او يا دي اسم انا ابنك حياتي الكبير، اسم ابنك الاولاني. بعشقها. ايوه بس ايوه ايوه والله العظيم انا مستني جدا اتجوز عشان الحته دي. ده الجولز بالنسبة لك معلش يا يعني. جماعه بقى عشان سايب البيت لوحده هو. فاهم بجد هموت واقولها يعني، انا بجد انا متجوز عشان اقولها بس. فاهم ايوه. فاهم. طب كنت برضو عايزين نطلع بره دي شويه، وعايز اتكلم عن البرن اوت اللي بيجي في الدراسه والامتحانات بالذات. اخ برضه حتة في شقة في كده. في حد طالبني الصراحه اتكلم فيها يعني. اه يعني انت فحد الموضوع ده متخصص لحد يعني. في حد يعني اه كنت عايز اقول لك بما ان انت كنت اشطر مني في الدراسه يعني وكده، فكنت عايز اعرف انت الموضوع كان بيمر عليك ازاي. مثلا خلينا نتكلم سيبك من الحاجات اللي كده، خلينا نتكلم من ثالثه ثانوي مثلا. اعتقد عشان دي اكتر سنة، اعتقد اي حد او كل الناس ممكن تمر بالبرن اوت ده، خصوصا في الاواخر خالص. يعني مع بص هو انا بالنسبه لي انا برضو انا حاسس ان انا حاسس يعني. انا ساعتها المشكله ساعتها ما كنتش عارف اصلا يعني ايه بيرن اوت. انا حاسس ان انا فاهم خلاص مش قادر اقرا على الكتاب. ببقى يعني جيت في الاخر كده فاهم الحوار كان بالزق يعني زي اي حد زي اي طالب في ثانويه عامه. ف يعني في النهايه دي حاجه مش مشروع انك انت تحس بيها يعني. انت في النهايه قاعد 12 شهر قدام الكتاب. في نهايه ال 12 شهر دول بتخش الامتحان وبتاع. ف يعني برضه طب قول لي انت بقى يعني هتلاقي ايه برضه، لان انا برضه جيت في الاخر انا مش عايز اذاكر نهائي. انا عايز العب وبتاع زي ما اتكلمنا في حلقه الجيمنج كده اهو، افتح يا عم الكمبيوتر بتاعي اخش العب لي جيمتين وبس وشكرا. واخش انام على كده واصحى تاني يوم امسح افتح الكتاب بتاع امسك الموبايل اقعد العب و... وبس. بس في النهايه هو بصراحه انا شايف ان هو ان هي حاجه ملهاش حل انت تقعد تغصب نفسك. معرفش بقى ده صح ولا ايه، بس ده اللي حصل معايا. وفي النهايه يعني جبت درجه الى حد ما كويسه، يعني متوسطه طب انت كنت راضي وبس يعني. عنها باللي انت عمل باللي اه انت بالمجهود اللي عملته؟ انت راضي عن مثلا عن على الدرجه وعلى الكليه والكده؟ انا راضي جدا. بص هو انا كنت انا تجاره يعني زي ما انت عارف معايا. حلوان. بس يعني حاسس ان انا ما اتظلمتش بصراحه يعني خالص.
إمم. وحاسس برضو ان انا لو كنت جيت اعلى من كده ما كنتش هفلح. حلوة دي بقى، دي حلوة أوي عشان عايز أتكلّم فيها في المصفوعة من الثانوية العامة. اه. حتّة إن أنت فعلًا ده أنت كويس في كده، يعني أنت مش مم. عشان دخلت وأي حد يعني بيسمعنا في ثانوية عامة، أنت مش عشان أو أولى جامعة، خلّينا في أولى جامعة يعني، مش عشان دخلت البتاع ده ممكن تكون ناجح فيه عادي جدًا، يعني أنت دخلت المجال ده. أنا كنت مثلًا عايز ألسُن، أو كنت تمام. عايز مش عارف إيه هندسة طِب، الكلام ده. لأ، أنت مثلًا دخلت خلاص آداب مثلًا، دخلت تجارة، حقوق، عادي جدًا إن أنت تكون شاطر في مجالك ده، وممكن يكون هو ربنا أصلًا مسيّرك للمجال عشان هتبقى حاجة كبيرة فيه. دي وأنا من حقيقة. وجهة نظري إن أنت تبقى حاجة كبيرة في مكان صغير، حتى لو أنت شايفه يعني إن هو صغير، مع إن هو لأ يعني، مم. أحسن كبير أوي ما تبقى عادي جدًا في حاجة كبيرة. اه فاهمك. يعني انت عارف ان انا في وممكن كليتي إمم. كان عندي بي اي اس واف ام اي. انا كنت نفسي أوي اخش بي اي اس، فاهم، إمم. كمبيوتر بقى وبتاع وانفورميشن سيستمز وكل الكلام ده. تمام. جات لي اف ام اي، ما جاتليش بي اي اس، لان اف ام اي كتنسيق اقل بكام درجه من اف ام اي، من اف ام اي سوري، اقل بكام درجه من بي اي اس. فجات لي اف ام اي. زعلت، تمام يعني زعلت اللي هو، بس خلاص عادي يعني، الموضوع برضو الزعل ما كانش واخد وقت طويل يعني. دخلت اف ام اي عادي جدا. بصراحه انا حبيت الكليه يعني، انا بعد ما خلصتها لو رجع بيا الزمن كنت اخشها تاني. حسيت انها تنفع لي، وحسيت ان بي اي اس ما تنفعليش. فيعني سبحان الله انا راضي جدا. دي حاجة فعلًا كنت عايز أقولها للناس، اللي هو أنت مش لازم، صدّقني مش لازم عشان أنت دخلت يعني حاجة مش عاجباك. طب أنا عايز أذكر الصراحة الشخص ده، يعني هو دكتور عمرو حسن. الشخص ده أنا مم. كنت معاه فترة طويلة جدًا يعني. تمام. ساعتها أنا كنت متضايق أنت عارف إن أنا ما ذاكرتش في تالتة ثانوي، ذاكرت آخر شهر بس يعني اه. لظروف يعني صح اه. ظروف اه. ليّا يعني. تمام. أمّا دخلت business وفي جامعة أنا مش حاببها وبتاع وكده، فساعتها جالي اكتئاب مش طبيعي فكنت قاعد باتكلم معاه، فراح قال لي أنت ممكن تبقى يعني لو أنت شايف إن المكان ده قليل خلّيك أحسن واحد فيه. ما تحطش بقى لأ أنا حاجات يعني الناس دي مثلًا مش شبهي، الناس دي ما بتذاكرش، أنا أحسن من كده وبتاع. طب خلاص بدال كده خلّيك أحسن واحد فيه. قال لي أنا كنت أصلًا عايز أخش آآ جراحة، كنت عايز أخش اه. طِب جراحة وبتاع وكده، تمام. وكان عايز أخش جراحة تجميل. ما جاتليش وراح ودخلت ساعتها مُخ وأعصاب. قال لي: "بُص تمام. يعني ده مجال وده مجال تاني خالص، ده شغال بإيدك والتاني لأ، أنا نَفْسي شوية إلى حدٍ ما ومذاكرة أكتر." قال لي: "ده مجال وده مجال تاني خالص." فساعتها اتضايقت برضه وزعلت، وقال لي: أنا أهو دلوقتي يعني من أحسن الدكاترة في مصر، والملخصات بتاعتي أساتذتي بيذاكروا منها وبيراجعوا منها." مم. ف ممتاز جدا. فدي حاجة كويسة لأي حد يعني، وفرقت معايا على فكرة الجملة دي جدًا. قال لي: "أنت ممكن فعلًا تكون في الbusiness شاطر جدًا، وأمّا تخش طِب تبقى لأ، دكتور فاشل." تمام. طب انت شايف العائد بتاع عادي الكليه او الجامعه اللي انت دخلتها عليك؟ ولا الهوا. بتدي نصيحة في الأول، بس خلّي بالك أقول لك على حاجة. بجد أنا بادّي نصايح جايز وباكسّرها في نفس الوقت. جايز لا، 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 أقول لك على حاجة، جايز برضه خلّي بالك إنّك أنت الوقت بتاع الكلية نفسه كان في إمم. صالحك. أنت برضه ما كنتش عارف، أنت لو كنت دخلت كلية تانية كان ممكن تدّي للكلية وقت أكتر من كده، ففي صح. النهاية ده ما يعني يعطّلك أو ياخدك من الحتّة اللي أنت أصلًا كان المفروض تروح لها حتّى برّه مجال الكلية يعني. أيوه فاهمك. وناس في كتير بقى من حقوق وتجارة بتعمل كده، يعني اللي هو في النهاية ممكن أيوه. يخشها علشان عايزين بقى نعمل حلقة بقى عن إيه، عن إمم. المصطفى من كلية الشعب. دي إحنا حقيقة. أنا عارف عايزين كده أنا عارف الضيف اللي هاجيبه مين يعني. بس عشان الموضوع ده مهم دي جدًا. لازم تبقى في ضيف الصراحة يعني، عشان حاسس إن أنا ممكن ما أدّيش فيها أوي يعني. ف كان في حاجة بقى موضوع تاني كنت عايز أكلمك فيه، اللي هو الburn out العاطفي. آه. أنا كنا بقى كل حاجة أقول والأخ وبتاع. أيوه، أيوه كده. اتفاجئت بقى فاهم؟
اتفقناش عليها يعني وكده. كأننا ما اتفقناش. لا بس موضوع البيرن اوت العاطفي ده زي ما بقول لك كده، انا يعني فاهم، إمم، من بعيد لبعيد كده، ماليش علاقة بيه قوي. تحب أيوه. انت تفيدنا بيه؟ أحب جدًا، يعني خش انت أنا بقى. أحب جدًا. آآ الburn out العاطفي إن أنت مثلًا مع بني آدمة، أنتم الاتنين خلاص حاسين إن أنتم اديتوا كتير أوي في العلاقة، وحاسس إن هي خلاص بقت عبء عليكم. يعني في أوقات باحس إن الأصلح إن الاتنين يبعدوا عن بعض، ده يعني باحس كده جدًا، بس بيبقى مش عايزين بسبب إن هو رابطهم الحب والعِشرة و وإن أنا خلاص اتعودنا على بعض ومش عارف لسه هارجع أقول لونِك المفضل إيه وبتاع وكده كتير برضه خلّي بالك، أصل أنت أمّا بتبقى قاعد كُلّه أكيد مَر بالموضوع ده، إن هو قعد في علاقة مدة طويلة اه بيبقاش قادر يمشي عشان خلاص مش هاعيد أنا مش عايز تاني اعيد ده أنا تاني من سنتين الاول. 3 مع لا، لا، لأ، مش هتعرف، فاهم قصدي؟ ف لا يا عم، هات اللي فات وبتاع، اللي نعرفه فاهم. هو أحسن من طَب أنت عارف إن أنا قُلت الكلمة دي يا عم خلاص آه، أنا عارفه، يعني عارفها فاهم، عارف أولها من آخرها وبتاع، اه اتقالت قبل كده، أنا بجد مع المدرسة دي جدًا، خلاص اتعادت مع الشخص، خلاص بقى يا عم، خلاص يا عم، فاهم آه، قصدي؟ اي يا ف عم. أنا شايف بس يعني الحل العقلاني بقى لإيه، اللي هو طبعًا ما بيستخدمش خالص في العاطفة، بس هو أنت طبعًا لازم تقول ده وده يعني. اه الحل العقلاني إن أنت لازم تعمل لأ وقفة هنا، يعني إن أنت تقعدوا مع بعض مثلًا في قعدة وتكون وِش لوِش دي أهم حاجة، وتقول إن أنا مثلًا أنا 1، 2، 3 ده خلاص بيضايقني ومش قادر إن أنا أستحمله في حياتي تاني، وهي نفس الكلام 1، 2، 3 برضه أنا مش قادر إن أنا أستحمله في حياتي تاني، لو حصل تاني لأ خلاص ارجع بقى، تراجع معلش يا أستاذة أنا أو يا أستاذ أنا خلاص كفاية كده، كفاية علينا أوي كده بسبب إن إحنا بناخد من بعض بقى كده، خلاص ابتدينا إن أنت آخد من صحتك، آخد من وقتك، يبقى الوقت المخصص أصلًا اللي بتتكلم فيه مع الشخص ده بقى وقت صعب عليك، بقيت بتحاول إن أنت تتهرب منه. وساعات الموضوع بيبقاش بينكم أنتم الاتنين يعني مش حد فيكم وِحِش، ساعات بيبقى أنتم الاتنين مش مع بعض، ما ينفعش تبقوا مع بعض. يعني ده عايز بني آدم وده عايز بني آدم تاني خالص. مم. فأنا حاسس إن الموضوع ده يعني خلّينا اتكلمنا شوية عن العقلاني، العاطفي بقى، العاطفي إن أنت يعني على قد ما تقدر إن أنت خلاص تشوف إن فعلًا أنت الشخص ده عايزه، الشخص ده أنت خلاص بنيت حياتك معاه وبتاع وكده، على قد ما تقدر تحاول إن أنت تيجي على نفسك، بس ده الحل بقى اللي بيوصّلك أصلًا للburn out، مم. اللي أنت تيجي على نفسك عشان لأ، أنا هاقعد مع البني آدم ده أيًا كان ومتقبّله في أي حاجة. و طيب، وده اللي بيستخدم على طول، يعني ده اللي في اللي الغالب كده، بيحصل كده يعني. ده اللي ما فيش حد بيستخدم العقل، يعني ما فيش حد بس هاقول لك بقى على حاجة والصراحة قول لي. أنا أحب أنصح بيها جدًا، انصح. صدّقني الحُب والجواز بالعقل أحسن كتير أوي من القلب، طبعًا آه ده كلام تخلُّف، بس هو بجد يعني كلام مش. تمام؟ لا، لأ، اه بجد بس هاقول لك بقى على حاجة، الشخص اللي أنت منقّيه بعقلك أحسن مليون مرّة من الشخص اللي أنت منقّيه طب بقلبك. منقيه بعلي ازاي يعني؟ مش فاهم بتنقّيه برضه. هاقول لك، بتنقّيه اه بعقلك يعني أنت خدت شخص على كيفك، على دماغك، خدت شخص أنت عايز 1، أي حد فينا عايز 1، 2، 3 في الشخص اللي معاه، والعكس برضه من ناحية البنات يعني. لو جِبت شخص زي ده، قعدت تدوّر على شخص زي ده، أنت هترتاح حياتك كلّها. لكن لو نقيته بقلبك، لقيته إن هو لأ، إحنا مش عارف أنا اتحرّكت والشغل بقى اللي هو الكلام اللي بيتقال فاهم، ما ايوه لوش أي بتاعت لازمة ده طبعًا. العيال الصغيرة عشان عايز البسيط. تشقط واحدة، يعني الكلام ده ايوه بيتقال كتير بس عشان بتبقى عايز تشقط يعني. تمام فلو فاهم. طلعنا برّه دي بقلبك خلاص بقى هتضطر إن أنت لأ، ما هو برضه خلاص أنا فاهم باحبها ومُعجب بيها وبتاع، بس مثلًا الدماغين مش متلاقيين على بعض، طيب انا الحاجات ممكن اللي هو اوضح مش كلامك، يعني ايه، عندي برضو طريقه ممكن اوضح بيها كلامك. انا صحيح مش خبير في الموضوع ده، بس ايه، بودكاست يا عم، فاهم، مساحتي يا عم، حقيقي يا عم اقول أنا براحتي عامله عشان فاهم. أتكلم، أنا عا اه أيوه، هقول لك، اعتقد انت تقصد برضو انه التواصل. اعتقد التواصل ده اهم حاجه. أيوه، أيوه صح، معاك بس انا حق، برضو يعني احب برضو اضيف ان هو يكون والتفاهم. في اطار شرعي.
ده رقم واحد. رقم اتنين برضو فاهم لازم يكون في يعني، طب يعني ايه تواصل اصلا؟ ما هو يعني كلمه برضو عامه قوي يعني. حاسس انه برضو لازم تكونوا في نفس الليفل. انت ايه رايك طيب معلش في حته ان هم يكونوا في نفس الليفل الاجتماعي؟ آه، دي بقى ما اتفقناش عليها، حلوة، حلوة منك حلو خُد ها. دي. ليه؟ خد مني كل جديد. يا عم باحبك. اه. هاقول لك بقى، أنا شايف إن أحسن حل إن يكون هُم فعلًا في المستوى الاجتماعي، مش قصدي المادي بس، مش قصدي على الاجتماعي اللي هو الاجتماعي مادي، لأ أنا قصدي على إن هُم اجتماعي فكري. امم ما هي دي بالظبط دي بقى هي دي بقى حته التواصل أيوه. اللي احنا كنا بنتكلم فيها. أنا شايف إن أمّا الشخص بيبقى على نفس والعيلة والتربية وبتاع على نفس الفكر، دي خلاص دي جوازة ناجحة، خلاص بقى، مم. يا كده على طول، اه. على طول فاهم؟ اه فاهم. بتبقى الحاجات لكن أنا غريبه انت شايف في إن النص. ما أنا كمل معلش كمل. آآ، لكن أنت أمّا بتبقى أنتم الاتنين على مش نفس المستوى الاجتماعي، برضه المادي، يا جماعة ال الجواز غير الحب. أنا شايف كده إن برضه إن الجواز حاجة والحب حاجة تانية خالص. عادي في ناس، أنا على فكرة مؤخرًا، وده طبعًا يعني أي حد عارفني هيقول إن أنت إيه اللي أنت بتقوله ده. أنت عارف إن أنا شجّعت الصالونات؟ انا بشجع الصالونات. أنا شجّعت الصالونات أنا كنت أمّا حد بيقول لي يلا كده ادي قصاد باقول له: "يا الجدل. عم". والله العظيم أنا أمّا كان حد بيقول لي كده، "يالّا يا عم أنت من انت طنطا فين والّا يا إيه؟" عم انت؟ في ايه يا اسطى؟ لا، انت في ايه طيب؟ لا. معلش أنا والله عندي أصحاب من طنطا والله، معلش. ف بحبهم أيوه. والله. ليه إيه يا عم أنت إيه، إحنا خلاص طلعنا برّه كنتايج، أنت لسه في مع الجواميس وبتاع. 2025 يا عم اه. آه، آه. بس أنا الفترة الأخيرة أنا شجّعت الصالونات جدًا، اللي هو مش عارف إيه، أنا شُفت بنتك عن ومش عارف إيه وبتاع، وأنا والله أنا عايز أخطب. بس والخطوبة اه تبقى والخطوبة تبقى هي فترة التعارف، والأهالي عارفين، وباجي البيت كل راجل يوم محترم كل والله. أسبوع بتورتة ومش عارف إيه وكده. اه راجل محترم أنا والله. شايف دي حاجة أنا شجّعتها جدًا يعني. في انا حاجة تانية بشجع ده. برضه كنت عايز أكلمك في الموضوع ده يعني، إن مم. أنت دي أنا عايز أسألك فيها الصراحة. أنت إيه قول. رأيك إن الشاب إمتى يفكّر إن أنا عايز أبقى مع واحدة؟ سيبك أنا آه. طبعًا طالع عن حتّة اللي هو الصحوبية وكده، أنا باكلّمك لأ، في إطار رسمي. إمتى ايوه. عايز أخُش أتقدّم لدي حتى كقراية فاتحة بس يعني؟ آه. مصر انت توديني في حتت صعبة. ماشي. بالضبط. امتى؟ من وجهة نظري انا كيوسف، إمم. انك انت هتقعد تحسب لها وتخطط لها وبتاع، وفي الاخر غالبا بنسبة كبيرة يعني مش ده اللي هيحصل. هتشوف واحدة كويسة هتعجبك، هتحاول انك انت على قدر الامكان تمشي امورك بحيث انك انت تجمع فلوس بدري بدري، فتقوم انك انت يعني لو هي قبلك يعني والدنيا بالنسبة لكم في تفاهم وكده، اكيد الموضوع هيكون يعني هين شوية من ناحية ايه الطلبات والحاجات بتاعت الجواز وكده. فالموضوع اكيد ممكن يخلص بسهولة يعني، مش بسهولة طبعا، مفيش جواز بالسهل الايام دي، بس اللي هو يعني ايه ابسط يعني. طب أنت شايف إن عشان أنت اتكلمت في حاجة كنت عايز أنت شايف إن الحب ممكن اللي هو مم. لأ يقلل من الطلبات، وده أصلًا طبيعي؟ يعني أنت شايف إن أنا مثلًا عشان بنت بتحب ولد فخلاص بقى أوضة وصالة وكده وتلمّنا؟ بص، واحنا قلنا كده كده في الاطار الشرعي انت كده كده مبقاش في منكم معرفه سابقه قويه يعني، انت بس في النهايه ممكن تكون إمم. شفتها في حته وبتاع. ف شغل مثلًا. بس فممكن يكون اعجاب انك انت يعني هي معجبه بيك وكده. مش عارف يا اسطى، بتبقى برضه على حسب البيت اللي انت داخله بنسبه كبيره قوي، نسبه دي كبيره حقيقة، جدا. دي حقيقة على فكرة. طب ف برضه م. أنت كده يعني أنت مش بتتكلم إن أنا في سِن قد إيه. أنا مثلًا في حالتي عاملة إزاي دلوقتي، إن أنا مثلًا خلّصت جامعتي، خلّصت الجيش، ابتديت أشتغل سنتين 3 مثلًا، والّا في برضه عادي ممكن أفكّر من قبل كده؟ يا عمي مش عارف هو الدهب بكام دلوقتي يا عم بقى، ما ما هو يعني روح بس روح تراجع على روح طول، تراجع.
للدرجة؟ روح بدبلة وربنا يكرم بجد والله. في النهاية إمم. أنا على يقين إن الموضوع ده بيجي يعني لما بتسهله الموضوع بيتسهل بطريقة ما. بصراحة ما عنديش إيه هي التفسير ليها العلمي يعني. هو موضوع أيوه، روحاني يعني. روحاني فعلًا. بس إنما يعني ما عنديش تفسير ليها بصراحة. إحنا دخلنا في حتة تانية أصلا بعيد عن البرن أوت كده، خلي أنا بالك. ملاحظ كده. لأ لا، لا، لأ، ثانية واحدة، ما هو برضه يعني من هو فعلًا إحنا فعلًا بتصدّق إن إحنا دخلنا في حتّة إحنا كل ما بس نعمل إحنا الحوار ده على فكرة. آه أنا يا عم نِفْسي عادي يا عم، نلتزم باللي إحنا فيه، بودكاستك يا عم، بودكاستك يا عم، قول بس اللي أنت أقول اللي أنا عايزه. عايزه، أقول اللي أنا عايزه. حد اللي عندك حاجة لا يا عم، يا عم عادي لأ، أنا يعني. عايز لأ، عايز ال لايكات 30 وبتاع. فيو أنت بص ماويين قلبك. والله العظيم. بس هو أنا عامةً محتاج كده أعتقد كل محتاج حاجة يعني. إحنا أتواضع ما شوية. عندناش حاجة كده كل حاجة آه. صح كده؟ إيه؟ كده ثانية أعتقد لأ كل بُص، حاجة. والّا أنت عايز إحنا تقول حاجة تاني؟ اتكلمنا عن burnout شغل، دراسة، إمم. آآ العاطفة، أو ما أعرفش اسمها إيه يعني مش عارف اسمها إيه يعني. أيوه بس العاطفة الburn حاسس out إن لأ، العاطفي. حاسس إن إحنا لمّينا كل الاتجاهات، والّا في حاجة تانية؟ في حاجة أنت يا باشا في نِفْسك تقولها وما قُلتهاش، قُل يا باشا اللي أنت عايزه عادي. نِفْسي الناس تعمل لايكات وتفعّل زر الجرس. وادفع أنا محتاج حد يفعّل والله بجد. بادئ دي أنت فاهم ممكن بودكاست بس عشان تقولها أنت دي. برضه دي بس من ضمن والله. الأهداف. فأنا حاسس فعلًا تمام كده يعني. ماشي يا عم، ماشي. كده أعتقد كل حاجة النهارده، فنشوفكم بقى في حلقة جاية وصفحة جديدة.